ده اسلام معاه دولارات كتير ما شاء الله، فرحان بنفسك قوي يا عم اسلام. ماشي يا عم اسلام. اسلام بيقول لو معايا فلوس كتير هروح اضرب سمك في المطعم اللي فتح جديد في المنطقة عندنا. فهنا احتمال حدوث الفعل كبير جدا. ليه يا عم اسلام؟ لان الفلوس في ايده والمطعم موجود في المنطقة، طبعا بعد مشيئة ربنا. ففي الحالة دي اسلام بيقول ايه؟ If I have a lot of money I'll eat out. يعني لو معايا فلوس كتير كنت اكلت في المطعم ده. والحالة دي هي الحالة الاولى من اف، واللي هي بتتكون من اف زائد المضارع البسيط كوما will وبعدين الفعل في المصدر، واللي بنستخدمها في حالة انه احتمال حدوث الفعل كبير جدا. ليه؟ اسلام معاه الفلوس والمطعم موجود قريب منه، فاحتمال ان هو ياكل كبير جدا. برضه لسه مكملين مع عم اسلام. اسلام بقى راح المطعم وعجبه بقى الديكوريشن الموجود في المطعم، والمطعم بقى كان رائع جدا. فجات له بقى احلام اليقظه بقى، فضل يقول لو معايا فلوس كتير كنت اشتريت المطعم ده. احلام تخيليه. فقال ايه؟ If I had $1,000,000 I would buy this restaurant. يعني لو معايا $1,000,000 كنت اشتريت المطعم ده. ودي الحالة التانية من اف، واللي بتتكون من اف زائد ماضي بسيط زائد would زائد الفعل في المصدر. والحالة التانية بنستخدمها في حالة المواقف التخيلية، المواقف اللي صعب جدا تحصل، زي حالة اسلام. طبعا هو معهوش $1,000,000 عشان يشتري المطعم ده رقم بالنسبة له كبير جدا جدا، يكاد يكون مستحيل. لسه مكملين مع اسلام، لكن للاسف الشديد اسلام بعد ما راح المطعم واكل السمك للاسف الاكل ما كانش كويس، فاسلام راح المستشفى. ففضل يندم بقى ويقول يا ريتني لو ما كنتش اكلت في المطعم ده ما كنتش رحت المستشفى. If I hadn't eaten at that restaurant I wouldn't have gone to the hospital. يعني لو ما كنتش اكلت في المطعم ده ما كنتش رحت المستشفى. دي حالة الندم، ولكن الندم في الحالة دي مش هينفع. ليه بقى؟ لانه مستحيل يغير النتيجة. ودي الحالة الثالثة من اف، واللي هي بتتكون من اف زائد هاد زائد البي بي في الجملة الاولى، يعني التصريف الثالث للفعل، would وهاف والبي بي في الجملة الثانية. ودي كانت ببساطة قصة اف مع اسلام. لو عجبك النوع ده من المحتوى اكتب لنا في الكومنتس عشان نعمل قصص كتير على الجرامر. ولو عندك قصة زيها عن حالة اف، او لو تقدر تكون جملة باستخدام الحالة الاولى او الثانية او الثالثة اكتبها واحنا ان شاء الله هنصححها.